السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة على منال. اليوم غنشارك معكم وصفه ديال الرز. غادي نكملوا في السلسله ديال الطبخات ديال الرز، بما انه شاركت معكم بزاف في القناه الوصفات ديال الرز. اليوم غادي يكون الرز بالدجاج وبالليمون، الليمون البرتقال. غادي نكهوه بشويه ديال القرفه، بشويه ديال الهيل، نزيدوا عليه الزبيب. غادي نزينوه بالبصله محمره اللي حتى هي غنشارك معكم طريقه التحضير ديالها. غادي نصاوبوا ايضا في هذا الفيديو لاصوص ديال الافوكا اللي نقدروا نرافقوا مع اي نوع ديال السلطات. المكونات غادي تكون كلها بسيطه ولكن نكهات رائعه جدا. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، ما تنساوش تعطيني الراي ديالكم وتقولوا لي واش كيعجبكم تجربوا نكهات جديده ومختلفه مع الطبخ ديالنا، خصوصا انكم تخلطوا شويه ديال الحلو مع شويه ديال المالح بحال كي غنديروا هنايا الليمون حلو، وغادي نديروه مع الدجاج ومع الرز. يلا نبداو الوصفه ديالنا على بركه الله. نبداو بسم الله الوصفه ديالنا اللي غادي تكون باللحم ديال الدجاج. المقادير غادي ديروهم على حسب الكميه نتوما اللي بغيتو. هنا انا عندي دجاجه اللي حيدت ليها الجلده كلها وقطعتها للطراف، مع حبه ديال البصله كبيره اللي مقطعه لشرائح طويله كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كنجيبوا الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها، كنحطوا فيها البصله اللي قطعناها شرائح، كنزيدوا عليها شويه ديال الزيت وكنحطوها فوق العافيه ونبقاو نقليوها، نحركوها غير بشويه على نار مهيله حتى تبدا تدبل واحد شويه. كنحطوا فوق منها من بعد اطراف ديال الدجاج ديالنا اللي كنا حيدنا ليهم الجلده، غسلناهم ونقيناهم، كنستفوهم فوق الطنجره وكنزيدوا عليهم التوابل ديالنا. عندي مع المقدار ديال الدجاجه كامله معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه ديال سكينجبير، معلقه ديال الخرقوم، وجوج ورق ديال عصيه موسى اللي هو ورق الغار، ومعهم عويدات ديال القرفه على حسب الذوق ديالكم. من بعد كنجيبوا القشور ديال نص حامضه ونص ليمونه. من الافضل اننا نقشروهم بطريقه تكون رقيقه باش ما نقشروش معاهم هذاك البيض اللي كيكون لداخل وكيكون شويه مر سواء في الليمون ولا في الحامض، وكنزيدوه حتى هو باش نكهو به. كنزيد من بعد حبه ديال المطيشه اللي مخليها بالقشره ديالها ومقطعاها على مكعبات بحال كي كتشوفوا، وكنزيد ايضا معلقه كبيره ديال لاصوص د مطيشه. وعندي هنا النكهه السحريه اللي كتزيد بنه لهاد الطبخه، هو كاس كبير ديال الليمون. غادي ندير دابا غير النص ديالو ليمون معصور، غادي نزيدو فوق هاد المكونات كاملين اللي درت مع الدجاج، وغنحط كلشي فوق العافيه مهيله واحد شويه ونحركهم حتى يبدا يطلع الروائح ديال الليمون مع ديال القرفه مع ديال الورقه د عصيه موسى. واحد الريحه غادي تكون غزاله عندكم. ومن بعد تنغطيه كنخليه يتشحر مزيان. فاش كنشوفوه انه بدا كيغلي كنزيدو عليه من بعد 2 كيسان كبار ديال الماء. من بعد كنحرك كلشي مزيان، كنغطي عليه وكنخلي نار مهيله وكنخلي الدجاج يطيب على خاطرو. ندوزو للمرحله اللي من بعد غنجيب فيها شويه ديال الزبيب اللي غنكون رقدته في الماء باش يرطب واحد شويه، خزويه كبيره اللي غادي نقطعوها على هذا الشكل طرافات طوالين، ما رققش بزاف وماشي غلط. وغادي نستعمل من بعد الرز بسمتي مع الدجاجه. استعملت كيلو ديال الرز. غادي نزيدو نكهوه بشويه ديال القرنفل، حبيبات ديال الهيل، والعواد ديال القرفه. اما بالنسبه للطريقه غادي نجيبو واحد الطنجره غنديروا فيها شويه ديال الزيت ونحطوا فيها خيزو اللي قطعناه مع هذاك الزبيب والمنكهات ديالنا ونحطوهم حتى هما فوق العافيه حتى تبدا تطلع الريحه ديالهم. فاش كنبداو نشمو الريحه ديال القرفه والقرنفل كنزيدو كاس ديال الماء، كاس صغير ماشي كاس كبير كيف ما شفتوا هنا، كميه قليله، وكنخليوها تشحر مزيان. فاش كيبدا يطبخ لينا على هذا الشكل وكتشوفوا الحبات ديال الزبيب بداو كيتنفخوا واحد شويه، هنا كنرميو عليهم الكميه كامله ديال الرز اللي كنكونوا غسلنا من قبل. كنحركوا كلشي مزيان وكنخليو الرز حتى هو يتشحر واحد شويه. وهنا كيكون طاب الدجاج ديالنا، كناخذوا المرسويات ديال الدجاج اللي طابوا كنبداو نحطوهم فوق هذا الرز.
والماء اللي غادي يبقى ديال البصله ديال الدجاج غادي نعاودو نحطوه في الكيسان اللي عبرنا به الرز. يعني تقريبا الكيلو ديال الرز كيدير 4 ديال الكيسان كبار. يعني باش يطيب هذاك الرز راه غادي نحتاجو ليه 8 ديال الكيسان ديال السوائل. غادي نديرو منهم كاس ديال الليمون، ممكن يكون ما عامرش بزاف لانه ديجا هنايا مع خيزوره كان واحد شويه ديال الماء. هذا كاس. في هذا الخليط ممكن يكون عندكم تقريبا 1-2 ديال الكيسان. غادي نحطوه حتى هو فوق هذا الدجاج وفوق الرز. والعدد الاخر اللي مازال لينا ديال الكيسان غادي نزيدوه بالمعادي. كنكونوا شالين على كلشي العافيه من التحت. من بعد ملي كنشوفوا الماء بدا كيغلى كنقصوا عليه حتى للحد وكنغطيوه وكنخليوه الرز يطيب. ملي غادي ينشف مزيان غادي يكون طاب مع الكميه ديال الماء اللي درنا عليه. وندوزو دابا نوجدوا البصله اللي كنحطوها من فوق الرز والدجاج. عاده كتكون البصله مقليه، ولكن اليوم حنا ما غاديش نقليوها، غادي نديروا الدوائر ديال البصله وغادي نطيبوهم في الاير فراير. الطريقه ديالي كتكون ساهله مهله. كنجيبوا واحد البصيله بالحجم المتوسط كنقطعوها كيف كتعرفوا باش نخرجوا الدوائر ديال البصله. غنقطعوها هكذا دوائر ومن بعد غادي نحلوهم. تنحتاج مع هاد البصله بيضه، شويه ديال الثومه، تحميره، الملحه، ممكن تزيدوا اي نكهات اخرين بغيتوهم. عندي شويه ديال الفورس وعندي لا شابلور. تناخذ التوابل ديالي كنزيدهم على البيضه وكنطرب كلشي مزيان حتى كيتخلطوا. تنبدا ناخذ من بعد الدوائر ديال البصله كنحطهم في اول مرحله في الطحين، كنحطهم من بعد في البيض اللي من السم، وكنحطهم من بعد في لا شابلور. كنكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال البصله كلها اللي عندي. اليوم درت كميه قليله لانه كان فقط للتزيين، ولكن راه هاد البصله كتجي رائعه بزاف. ممكن تكثروا منها وتحطوها كطبق جانبي، راه كتجي غزاله ما غتندموش عليها. كنحطها من بعد في المجرد ديال الاير فراير. كنستف البصيلات ديالي كنرشهم بشويه ديال الزيت وكنخدمها على درجه ديال الحراره 190-200 درجه وكنخليها 10 دقائق. كنجبدها كتكون مقرمشه وغزاله في المذاق وسهله في التحضير. اما بالنسبه للسلطه اللي بغيت نرافق معها الطبق فيها الخضيره العاديه مطيشه والخيار وشويه الخس وشويه ديال المايس. اليوم بغيت نشارك معكم اكثر لاصوص ديال لافوكا اللي كتجي غزاله بزاف. ممكن تحطوها على اي نوع ديال لي سالاد. عندي حبه الافوكا كامله، نص كاس صغير ديال الحامض ونص كاس صغير ديال الزيت، شي شويش ديال الثومه، الملحه والابزار، ونص ياغورت طبيعي. ممكن ديروا ياغورت كامل الا بغيتوها تجيكم جاريه شويه اكثر. ممكن ديروا غير نص واحد بحال كي درت انا هاد المره، بغيتها تجيني شويه خطره. حطيت كلشي في الطحان الكهربائي، غادي نطحنهم المكونات كاملين وهيكون الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. كنحطوه من الفوق ديال لي سالاد، زينتها من بعد بشويه ديال الزنجلان، واهم حاجه المذاق ديالها كيجي خطير. هنا الدجاج ديالنا ها هو وجد هو والرز. غادي نبدا نقدموه في طبق التقديم. وكانوا هادو هما الوصفات اللي بغيت نشارك معكم هذا النهار. الرز الجديد، الرز البسمتي اللي درناه بالدجاج والليمون، زيناه بالبصله محمره، زائد لاصوص ديال لا سالاد اللي كتجي حتى هي غزاله بزاف. كنتمنى ان هاد الافكار يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. شكرا على المتابعه، ونتلاقى معكم في فيديو اخر جديد ان شاء الله قريبا. الى اللقاء.